السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الممبار. النهارده كل سنة وانتم طيبين. اولا ده يوم وقفة عرفات. اي نعم الفيديو نزل معاكم واخري شوية، بس هو فعلا متصور يوم وقفة عرفات. كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية نكون كلنا كده على جبل عرفات ان شاء الله. اول حاجه طبعا قبل ما ابتدي معاكم الممبار انا غاسله فشه كويس قوي، وحاطه ميه تغلي على النار. اي حاجه للمذبح انا بحب اغليها مره واتنين، وادلق الميه واحط ميه نظيفه، وفي الاخر خالص بشطفها شطفه حلوه واحط التوابل بتاعتي والبصل. هنا زي ما انتم شايفين حطيت نفوس او تقاطيع او سمين. غليته غلوه برضو ودلقت الميه وحطيت البصل زي ما انتم شايفين، وبحط التوابل بقى كانك بتسلقي لحمه بالظبط. انا فعلا يعني اي نعم ما باخدش الشوربه بتاعته، بس انا بحب احط توابل كتير لانها بتاخد من طعم التوابل. الممبار بقى قطعت الحاجه زي ما انتم شايفين كده، انا بحب اعمله ني في ني. غسله الممبار غسله حلوه وحطاه مصفياه زي ما انتم شايفين كده من الميه. نقعته حلو في محلول ليمون وملح وخل، وظبطته اخر تظبيط يعني زي ما بيقولوا. المقدار ده بتاعكم بقى، الكمية دي اللي انتوا عايزين تعملوها، يعني كل واحد طبعا على حسب الكمية اللي هو عايزها. قطعت البصل والطماطم زي ما انتوا شايفين كده، اديتها ضربة في الكبة، ما رضيتش اعصرها في الخلاط لان انا عايزاها حتت او محتحته كده زي ما انتوا شايفين. الخضرة طبعا شبت وكزبرة وبقدونس. انا عامله 2 كيلو ممبار طبعا. لو انت هتعملي اقل من كده طبعا الكميه دي بتقل، بس انا بصراحه بينفعني طول ايام العيد. اي ضيوف تجيلكوا على غفله بقى بكون معصجه لحمه. النهارده يوم الشقه، يعني بصي بقى توضيب الحاجه والتعصيج اللحمه وعمايل اكل الايام العيد عشان ما نقفش وقت طويل في المطبخ. حطيت التوابل زي ما انتم شايفين كده، ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود وبهارات وتوم باودر وبصل باودر، وظبطنا الملح بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. وهنمسك الخليط بتاعنا كله ني في ني كده زي ما انتم شايفينه. هقلبه تقليبه حلوه قوي كده. هيبقى شبيه السلطه شويه، بس يعني ايه، طريه شويه، لان انا ضاربه الطماطم في الكبه. حطيت كوبايه من الزيت. والرز بتاعي انا بحب دايما اصفي الرز في الحافظ بتاع الاطباق بتاع الاكل ده، لان بحس ان هو ما بيخليش فعلا فيه ميه خالص، بيبقى غير المصفى خالص. هقلب بقى الرز والخضره بتاعتي والبصل والحاجات الجميله ديت، انا بحبه ني في ني. انتوا طبعا انا عملته معاكم قبل كده كذا مره. ما بحبش اسبك للممبار عشان ما يقلبش طعمه المحشي. الممبار كده بيبقى ني في ني طعمه مميز. بمسك الممبرايه كده في ايدي، بحط صباعين الاتنين جواها كده، وبايدي التانية بحط الرز او بحشي الرز. المهم اهم حاجه وانت بتحشي الممبار انك ما تكبسوهوش قوي او ما تملهوش قوي عشان ما يفرقعش مننا في السليق. بتبقى ايد بتحشي وايد التانية بتمشي الرز كده فيه، بيبقى مهوي من جوه. طبعا عشان انتوا عارفين ان انا النهارده بعمل حلويات المذبح. لما بقطع الممبار في قلب الحلويات، الرز بتاعه بيبقى باين كده وبيبوظ لي منظر الطبق. فهعمله معاكم اللي هو البوبس بقى المدور الجميل ده. بجيب بقى بكرة الخيط او دبارة، اي حاجة عندك، المهم ان انت تلفي حرف الممبراية كده، تمسكي تعملي عقدة كده من على الحرف، وتروحي ربطها كويس قوي كده، وبروح قصة الفتلة. بمشي بقى يعني بسيب كام سنتي كده، وبروح واخدة برضو فتلة تانية. المهم ان انا بعمل كور كده حلقات. لما بتيجي تسلقيها بقى وتقطعيها، الحلقة دي بتبقى قافلة على الرز كده، فما بيبانش منه خالص في قلب طبق الحلويات او السمين بتاعنا. بيبقى شكله شيك قوي وطريقته سهلة، مش متعبة خالص. زي ما انتوا شايفين كده، هو الممبار عادي خالص، بس بيبقى شكله فعلا شيك. دورته كده كله زي ما انتوا شايفين. بصوا الحلقة بتاعتي جميلة ازاي. هعمل واحدة تانية سريعة كده معاكم. انا مش هعمله كله كده لان انتوا شايفين ان انا عاملة كمية بسم الله ما شاء الله مش قليلة، فمش هينفع اقعد اعمله كله بالشكل ده. انا هعمل اللي احنا هناكله النهاردة بتاع يوم الوقفة، لان ده فطرنا النهاردة، كنا صايمين طبعا. واحنا متعودين طول عمري ان هو ده فطارنا، بيبقى اول يوم الوقفة.
بينفعني بعد كده بقى طول الايام العيد، بيبقى موجود عندي في البيت. بتطلعي يا دوبك تحمريه بس. اللحمه طبعا بعصجها واحطها في علبه كده في التلاجة تحت الفريزر على طول ايام العيد بس، وبعد كده لو فاض منها حاجه بحطها في الفريزر. بس كده يا حبايبي، الحاجات ديت بتنفع فعلا في العيد قوي. بيبقى عندك الرقاق، بتطلعي حته لحمه معصجه مع وحدتين ممبار وبتحمريهم. بتبقى عامله طبعا كل بيت في العيد انتوا عارفين ربنا بيكرم الكل، بيبقى عنده اكيد لحمه. اقل القليل الدنيا غاليه، بس يعني ايه، بنبقى مستورين الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. بتوضبي اي لما يخش عليكي ضيف كده، كل حاجة بتاخدي منها كده بتعمل لك سفرة حلوة، وبتحسي ان البيت فعلا في ايام العيد. بس هنا حبايبي عملت واحدة تانية اهي، زي ما انتوا شايفين كده برضو بالفتلة كده. هعمل انا بقى كام واحدة تانيين، بس بوريكم طريقتي في عمايله. هحشي واحدة بقى كده عادي خالص، وبعد كده هكمل انا بقى الممبار على مهلي. انتوا عارفين بقى بروح واخداه وخارجه على ترابيزه السفره وقاعده بقى، لما انا مش هقدر اقف احشي كل ده كده وانا واقفه. لا، انا بصور بس كده كام واحده معاكم، بروح واخده الطبق زي ما هو كده وحاجتي كلها اروح حاطاها على ترابيزه السفره وقاعده مكمله. اهم حاجه ان انت تبططيها تبطيطه حلوه كده وتحسي ان هي مهويه من جوه عشان ما تفرقعش. بس كده حبايبي، اكمل بقى الكميه كلها كده وارجع لكم. ما قلتلكوش بقى، قلتلكوا هقول لكم. اهم حاجه بقى واحنا بنحشي بنقفل البوبس ده طبعا بيبقى مقفل من ناحيتين، فما ينفعش نسيبه. خلة سنان، ابره، اي حاجه تخرمي لازم تخرميه كده كام خرم كده، خرم بسيط قوي بس عشان ما يفرقعش منك في السليق. هنا غليت الميه زي ما انتم شايفين، حاطه شويه ميه مش كتير عشان الحله تاخد الكميه كلها مره واحده، مرجعش اعمل تاني. دي بقى الطماطم اللي فاضت مني من الحشو، دي بيبقى فيها التوابل بتاعتي كده. بصراحه ما بحبش ارميها، حطيتها على ميه السليق كده زي ما انتم شايفين، لان دي طماطم ما هي ما فيهاش ميه خالص. دي طماطم والتوابل. حسقة الممبار بتاعي كله زي ما انتم شايفين، هو الوقت هيلم كده وهتحسوا ان الحله اتهوت شويه. بحط ملح وفلفل اسود ولوري. بظبط الشوربه بتاعت الممبار كاني شوربه برضو كانها لحمه بالظبط، عشان طعم التوابل ما ينزلش في الشوربه اللي احنا حاطينها على الرز، يبقى هو طعمه مش حلو. لا، احنا بنظبط الشوربه برضو عشان يبقى التوابل فيه من جوه ومن بره. بس كده يا حبايبي، وهسيبه بقى كده بقى. انا ما بحبش اغطي الممبار وهو بيتسلق، انا بسيب الحله عريانه كده وهو يا دوبك غلوتين، ما بياخدش وقت يعني 5 دقايق 10 دقايق، وببتدي ابص عليه اشوف الرزايه من جوه لقيتها استوت يبقى خلاص. بس بسيبه كده بقى يستوي براحته. وعلى بال ما يستوي بقى انا جايبه كبد وكلاوي. انتوا عارفين بقى ان ده يوم الوقفه ولازم بقى بيبقى اليوم العظيم بتاعنا. بقطع الكلاوي طرنشات كده زي ما انتوا شايفين. انا بحبها قطع كبيره كده، انا عندي كل حاجه هنا قطع كبيره كده. ما بعرفش اقطع الحاجه صغيره، ما اعرفش ليه ولادي بيعيبوا عليا والله، بس انا فعلا بحب الحاجه كبيره كده. بقطع الكبده برضو زي ما انتوا شايفين طرنشات كده. الحلويات دي برضو بتقضي معايا ايام العيد. بيبقى الحاجه الحمد لله معموله وجاهزه، ما بقفش في المطبخ خالص. نص ساعه تقفيها في المطبخ تعملي سفره لاي ضيف يجي. طبق حلويات مع طبق ممبار مع صينيه رقاق، الحاجه متوضبه، الحاجه جاهزه، الشوربه عندك. الحمد لله خير ربنا بيبقى كتير في الايام الجميله ديت. انا بحب رمضان وبحب العيد الكبير، تحسي ان هما كده خيرهم كتير. بصوا بعد ما قطعت بقى الكلاوي بتاعتي عصرت عليها ليمون زي ما انتوا شايفين كده. الله يرحمك يا ماما، يا رب يرحم الامهات كلها يا رب ويدينا الصحه وخلينا لاولادنا. دي عاده من عادات امي ان احنا في اليوم ده لازم ناكل الحاجات ديت. فانا يعني طول عمري من ساعه ما اتجوزت وانا بعمل زي ماما ما كانت بتعمل، وماما كانت بتعمل زي مامتها ما كانت بتعمل. عادات بقى وبنطلع عليها. تحس ان هي الايام بتاعتنا هي ما بتتغيرش، روتين ماشيين عليه. عصرت ليمون على الكبده، طبعا الكبده نديتها شطفه واحده بس قبل ما اقطعها خالص، وحطيتها على مصفى صفت مطرح ايد الجزار، لكن انا ما بغسلهاش. عصرت عليها ليمون هي والكلاوي وسبتهم بقى يتصفوا كده على المصفى.
جبت الوك بتاعي. بصوا الممبار بوريلكم ان انا مش مغطياه، سايباه على النار يستوي كده. على بال ما الممبار بتاعنا يستوي حطيت معلقه كده من السمنه حلوه على النار، وهجيب الكلاوي بروح حطاها كده وبديها تقلبتين بقى كده، واسيبها تبك ميتها وتشربها زي ما انتم شايفين كده، لان الكلاوي بتاخد وقت في السوا شويه عن الكبده. على بال ما الكلاوي بتاعتنا تتشوح تشويحه كده، جبت بقى راس توم حلوه كده فصصتها، وكم قرن فلفل سبايسي مع قرنين فلفل رومي، هحطهم كلهم في الكبه كده واديهم ضربه حلوه. الحاجة سريعة وما بتاخدش وقت، بس انت تحسي ان انت في دبكة، يعني انت بتحسي ان اليوم مش بس الحمد لله بيبقى يوم جميل. وكل ده وانا صايمة. بصوا يعني بقى ايه، هو اليوم ده فعلا بيبقى شاق والدنيا حر، مطبخ عندي حر جدا، وصايمة، بس الحمد لله ربنا بيقدرني. حطيت الكبدة على الكلاوي بديها تقليبة برضو كده. وهنا الممبار بتاعي كان استوى زي ما انتم شايفين، جسيتها شفت الرزايه كده، طلعت الرزايه من قلبيها لقيته الحمد لله استوى فطلعته على المصفى. هنا دول حتتين من اللي صغيرين بقى كده، انا دول بحطهم من ورا ولادي على الكبد والكلاوي. ما برضاش طبعا هكتر فيها لان دول بيضيعوا كده في وسط الاكل، وفعلا طعمهم ما بيبانش خالص. بسيبهم بقى يسلوا كده مع الكبده والكلاوي، وحطيت الفلفل زي ما انتم شايفين والثوم، وبديهم تقليبه حلوه كده لغايه ما احس بقى ان هم كلهم خلاص اتحمروا كده تحميره حلوه قوي. بفضل سايباهم كده على النار. بحط طبعا ملح وفلفل وكمون، ما بحطش اكتر من كده. سنه كمون صغيره قوي، بكتر فلفل اسود وبظبط الملح بتاعي. بفضل اقلب فيها كده، يعني ده عليه بس فلفل وثوم وفلفل اسود، فلفل اخضر وفلفل اسود. وبسيبها بقى تتحمر كده مع نفسيها لغايه ما احس انها فعلا خلاص الكلاوي بقت طعمها حلو مستويه كده، والريحه طلعت علينا كده، وبقت ريحه ايه بتاع السمين كده اللي هي حاجه المذبح. بس هنا حبايبي خلاص كنت خلصت بقى، خلاص كده كان وقت الفطار. هحط شويه زيت كده في الطاسه بتاعتي، وطبعا مش هعمل الكميه كلها، انا هاخد على قد الفطار. انتوا عارفين بسم الله ما شاء الله بقى، يعني الولاد هنا وعندنا ضيوف وكده، فيعني هنعمل على قد ما هناكل، والباقي بشيله بقى في علب مقفوله في التلاجة بجر منها في ايام العيد. بس هنا حبايبي هقلب بقى دي تقليبه حلوه كده على النار. وعلى بال ما تتقلب لها تقليبه كده، عندي كفته هكورها، مش هصبحها، يعني انا هعملها كور زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها في جنب كده في الطاسه هتتحمر مع الحلويات. بقلب فيها واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين. الممبار على النار بقليه او بحمره، والحلويات بتتحمر اهيت. خلاص بقى بنلعب في الوقت الضايع، الاذان فاضل له حبه صغيرين كده وهيأذن. اليوم جميل واحنا بنحب اليوم ده قوي قوي قوي، ربنا يعوده دايما علينا بالخير يا رب، ويفرح قلوبكم جميعا بولادكم وحبايبكم، ويفضلوا دايما حواليكم. هنا حمرت الممبار زي ما انتم شايفين، والحلويات بتاعتي على النار كده زي ما انتم شايفين بحمرها، والكبده خلصت خلاص. بقلبها تقلبتين حلوين كده لغايه ما احس انها خلاص. طبعا بحط ملح وفلفل. هنا البوبس بتاعنا هو بقى طلع، بصوا بقى المنظر كده، الرز ما بينزلش عليه، ما بقطعوش. الاول كنت فعلا بقطعه كده بلاقي الرز شكله مش حلو عليه، فقلت لا انا اعمله كده احسن، هيديني شكل احلى وطعم هو ممبار، يعني هو ممبار هنقول ايه. بس كده، بس اهم حاجه طبعا العين بتاكل قبل البق. تعرفين مراتات ولادي بقى لازم هما بيبقوا عندي في اليوم ده بقى، وايه بيحبوا كل جديد. هنا يا حبايبي نسيت اقول لكم ان انا بعد ما طلعت الحلويات من الطاسه قطعت بصلتين كده، وفي نفس الزيت اللي حمرت فيه يا دوبك قلبت بصلتين كده تقلبتين بس بساط قوي، ورحت حطاهم فوق الحلويات كده. عايزه اقول لك ان هو ودى الطبق ده في مكان تاني خالص. دي الكبده بتاعتنا، وده الممبار بتاعنا، ودي الحلويات بتاعتنا النهارده. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيسعدني. هستنى رأيكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. يعود عليكم الايام بالخير يا رب. اللايك بقى، اوعوا تنسوا اللايك، امان عليكم ما تنسوا اللايك، والله تعبت قوي في اليوم ده. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.
اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. باي باي.